بسم الله الرحمن الرحيم. مداخلتي أولا الأستاذ الدكتور بالخير حدبي من جامعة أضرار. مداخلتي كان عنوانها أثر تراجم الجامع الصحيح في مؤلفات الجزائريين شرحا واقتباسا. فكرتها هي عرض ملامح من جهود علمائنا في خدمة صحيح البخاري من ناحية الشرح والتعامل مع تراجم البخاري، ومن ناحية أو تسليط الضوء وأضواء على اقتباس بعض علماء الجزائر تراجم البخاري وتوظيفها في مؤلفاتهم، في الوقت الذي نرى أن على أصوات أو تعالت الأصوات في الاعتداء على البخاري. فكانت هذه المداخلة إرشاد الطلاب والباحثين والمستمعين إلى أننا نحتذي حذو علماء الجزائر في طريقة العناية والتعامل مع البخاري. فكانت هذه المداخلة، وأبرز علمائنا الذين اعتنوا بهذا الجانب وهو قدوة للجزائريين هو الإمام أبو محمد عبد الحق البجائي رحمه الله تعالى.